ازاي تطبع من على الموبايل على اي برينتر ريجو بكل سهولة؟ ما تعرفش؟ تابع الفيديو. اول حاجه لازم يبقى عندك راوتر وكابل لان. هنيجي في ظهر الطبعة ونركب الكابل هنا، وهنيجي في ظهر الراوتر وهنركب الكابل هنا. هنوصل البرينتر بالكهرباء وهنوصل الراوتر بالكهرباء وهنروح على الموبايل. اول حاجه هندخل على المتجر بلاي، هنبحث هنا عن كونكتور، هيظهر لنا البرنامج اللي في الاول ده، هنضغط على تثبيت، هنستناه يحمل وينزل على الجهاز كده. البرنامج نزل، هنضغط على فتح، هنقول له تمام موافق، اوكي موافق. هنخش نديله جميع الاذونات، تمام 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 تمام. هنرجع ورا، هنخش هنا على طبعات متعددة المهام، هنضغط على دي، هننزل تحت نعمل إضافة ماكينة، هنعمل البحث عن ماكينة وإضافتها. هنا الجهاز بيبحث عن الطبعة الموجودة معانا على الشبكة. كده الطبعة بتاعتنا ظهرت اهيت. هنعمل تسجيل، هننزل هنا نختار البرينتر بتاعتنا اهيت ونرجع خطوة لورا، هنروح هنا على مجلد محلي، هنختار تاني اختيار او تالت اختيار عادي. اول اختيار ده لو هنطبع ملف واحد، تالت اختيار ده لو هنطبع كذا ملف. هنضغط مثلا على دي، نختار اي حاجة من دول نطبعها، مثلا وليكن دي، ونعمل طباعة. كده المكنة بتطبع الورقة ان شاء الله. وبكده نكون عرفنا ازاي نطبع على اي برينتر ريجو من الموبايل. تابعنا علشان الفيديو الجاي هنعرفك خصائص البرنامج بتاع الطباعة كله ان شاء الله.